السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وفي فيديو جميل يا جماعة. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة هنشاهد بصراحة كده ملاكم من ملاكمين المغرب، يعني ده بصراحة قوة حديدية يا جماعة، سرعة في الأداء، سرعة في الضربات، قوة تحمل بسم الله ما شاء الله. طبعا معروف بضرباته السريعة، معروف ان هو ما بيهابش من اي حد. اي خصم بيجي تحت ايده بصراحة ما بيعديش منها سليم، ده لازما يروح الطوارئ، لازما الطب الشرعي يتدخل على طول، يشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. لازما دكاترة العظام تخش تجبس على طول يا جماعة. لازم نبص كده عربيه الاسعاف تكون واقفه مستنيه المباراه، لان بصراحه مبو حاسين ان المباراه هتنتهي بكارثه يا جماعه. هتقول انت بتتكلم على مين؟ هقول لك انا بتكلم على مين، يعني غيرهم ملاكمين المغرب، الملقبين طبعا من اشرس مقاتلين العالم. زي ما هنشوف في الفيديو بتاعنا النهارده لملاكم محترف يا جماعه، ما فيش حد بيعدي من تحت ايده سليم. هتقول لي بتتكلم على مين تاني؟ هقول لك ما تصبر عليا شويه، مد للراجل حقه، ما تصبر عليا شويه، مد للراجل حقه. مش عايز نتكلم عليه ليه؟ مستعجل قوي. هقول لك اسمه يا عم الحاج، مهدي الجماري. يا جماعه بصراحه ده ملاكم بارع. شفت بك كده زي ما بنشوف زكريا زكاري، وزي ما بنشوف طبعا نبيل حريولي، في واحد كمان اسمه مهدي الجماري يا جدعان، بسم الله ما شاء الله، صلابه وقوه وضربات واداء ومنزوع من قلب الرحمه. بيجي كده يلعب المباراه سايب قلبه في الثلاجه في البيت، وجاي يلعب المباراه بدون قلب. يعني اللي بيجي قدام منه ما بيصعبش عليه، يا جماعه. تعالوا بينا مع بعض بقى نخش نشوف مباراه قويه ومباراه شرسه ومباراه جميله جدا من مهدي الجماري ضد لاعب انجليزي. تعالوا بينا مع بعض نشوف الفيديو، يلا بينا. ادي الفيديو بتاعنا يا جماعه، ونخش نشوف بقى الرواند الاول، ونخش نشوف الحركات والتكات. والواد المخرج ماشي ورا البت ام يافطه، وعمال ماشي وراها بالكاميرا، هو وبتاع الكاميرا. ما تركز يا ابني في المباراه من النهايه، ماشي ورا البت ليه؟ ما تسيبها في حالها، ما الدنيا ساخنه مولعه. طبعا نخش نشوف هنا يا جماعه مهدي الجماري اللي لابس شورت ازرق، والملاكم طبعا الانجليزي اللي لابس شورت احمر. نخش نشوف يا ده اهو يا جماعه، اللي الازرق ده مهدي الجماري، والاحمر ده الملاكم الانجليزي اللي بيحاول يضرب ضربه لو كيك من تحت كده. انما مهدي الجماري بسم الله ما شاء الله يا جماعه اللي احنا هنشوفه ده اهو، شوف بياخد الرفصه ازاي، بسم الله ما شاء الله، قوه تحمل يا جماعه صلبه. شوف بياخد الضربه وثابت مكانه، وبيرد على طول، ما بيرجعش، مش هيرجع خلاص. انسى. شوف بياخد الضربه والرفصه اهو ثابت مكانه. الواد الانجليزي بيضرب انما ثابت مكانه. خد يا معلم، خلي بالك يلا. شوف الانجليزي بيرفص ازاي يا جماعه، خش يا مهدي، ضربات بقى مهدي، ضربات يا مهدي. بيقول لك اصبر عليا اصل انا ما سخنتش، انا جاي كده صاحي من النوم، قالوا لي في مباراه عندك، كنت نسيت اظبط المنبه. قلت بقى راح اتمرن هناك في الجوله الاولى، وفي الجوله الثانيه اخلص على الواد ده، ولا الجوله الثالثه اخلص على الواد ده. انا مش مستعجل يعني، احنا قاعدين مع بعض اهو، بنتسلى اهو. الله ينور عليك. شكله كده سخن يا جدعان، شكل البطل المغربي سخن يا جدعان، خلاص. خلي بالنا، بيلتقط الانفاس. الواد الانجليزي بيضرب، بيخش على البطل المغربي، تك زي ما احنا شايفين، هيمسك الواد، هيرشقه في الاحبال. الواد يا جماعه شكله كده هيعاني من صعوبه في الاوقات اللي جايه، خلي بالك يا عم مهدي، خلي بالك على الواد الانجليزي ده. لازم تسيب علامه في وشه، لازم تديله علامه في وشه، تذكار في وشه. الحكم هنا بينبهه، بيقول له بلاش زق. شوف هنا مهدي الجماري يا جماعه، خلي بالكم، انا عايزكم تركزوا في لكمات مهدي الجماري، صعبه. الانجليزي هنا طبعا يعني زي ما احنا شايفين كده مش عايز يبطل ضرب. ليه؟ عشان مش عايز البطل المغربي يقرب له. شوف مش عايز البطل المغربي يقرب له. ده بيضرب ضربات لوكيك، نازل في ضربات اللوكيك ايه، بيضرب كل اللي عنده عشان يخوف البطل المغربي، انما البطل المغربي ما بيخافش. خد يا ابن اللعيبه. ضرباته قويه يا جماعه. الواد ده بصراحه يعني اصطاده بكام ضربه في الوش كده مهدي الجماري، بس ايه، الله ينور عليه.
خلي بالك، اوعى اوعى، هشيل حركتك خالص، هشيل حركتك خالص. طبعا يا جماعه ضربات اللوكيك ده لو جت في العصب الوركي، في الورك كده في منطقه محدده، بتسبب شلل للاعب، بتخلي اللاعب ما يعرفش يقف على رجليه تاني. فعشان كده دايما لاعب انجلترا مركز فيها، مركز في ضربات اللوكيك زي ما احنا شايفين كده، عايز يشيل حركه البطل المغربي، وعمال يرفص كتير، مش عايز البطل المغربي يقرب له، بيرفص كتير، خايف من لكمات البطل المغربي، خايف. ومع ذلك البطل المغربي بيستقبل اللكمات وبيستقبل الضربات، بسم الله ما شاء الله، اسد يا جدعان، اسد يا جدعان، ثابت مكانه وبيضرب. شوف ضربه الهاي كيك، شوف ضربه الهاي كيك. هنا طبعا الجوله الاولى خلصت، وهنا جس النبض زي ما انا قلت لكم. لسه مهدي الجماري ما طلعش كل الاسلحه اللي عنده، هو لسه كده في الجوله الاولى شويه تسخين. شوفوا الضربات كده يا جماعه، شوف الضربات، شوف هنا فرق الضربات، خلي بالك، شوف خلي بالك. هوب شوف واحده في الوش وواحده في الضلع على طول البطل. شوف كل ده على البطيء، ما بيبانش في السرعه. هنا بقى بالبطيء بيبين لنا بقى مين اللي متفوق، بيبين لنا مين اللي متفوق. خلي بالك، شوف على البطيء، شوف على البطيء، ضربات مهدي الجماري عنيفه عنيفه. مع ان اللي يشوف المباراه يقول الواد الانجليزي عمال يضرب عمال يضرب، انما شوف ثابت مكانه، خد الضربه، هيدفعوا ثمنها، هيقوم بدفع ثمنها على طول. خش نشوف بقى الرواند الثاني ونشوف هنا ايه اللي هيحصل بالظبط. خش نشوف الرواند الثاني ونشوف ايه اللي هيحصل بالظبط. خلي بالك، المباراة دي مباراة قوية ومباراة ممتعة، فيها أداء، فيها ندية ما بين اللاعبين. الإنجليزي لحد الآن استعمل كل أوراقه في الضغط على اللاعب المغربي إن هو يبعد عنه يا جماعة. إنما بعد كده، طب هل اللياقة البدنية اللي عنده هتنهار؟ ولو انهارت اللياقة البدنية عند لاعب انجلترا، فلازم يعرف على طول تماما ان بطل المغرب عنده مخزون في اللياقه البدنيه عالي، هيكمل معاه لنهايه المباراه، فهتبقى المباراه صعبه بالنسبه له. هنا البطل المغربي زي ما احنا شايفين لسه ثابت ونازل بقى بطريقه ثانيه، طريقه وحشيه كده، ولسه بيرفص الواد الانجليزي وبيحاول ان هو يصد قباله. وهنا المباراه ابتدت لعركه يا جماعه، اتقلبت لعركه، لسه الواد الانجليزي بيرفص عشان بطل المغرب ما يقربش منه، لسه مخزون اللياقه البدنيه موجود عنده. وهنا بقى الملاكم المغربي ابتدى بص كده عايز يخلص الليله، قال لك خلاص انا سخنت، مفيش داعي بقى ان احنا نطول مع بعض، لكن البطل الانجليزي بيقول له لا، ده احنا مطولين، انا لسه هطلع لك اللي عندي دلوقتي، شوف ما بيبطلش يا جماعه ضرب وفرك ازاي. شوف هنا بطل المغرب، خلي بالك، خد شوف يا جماعه ضربات مهدي الجماري سريعه، مش هيسكت. ده لاعب مخضرم يا جدعان، لاعب مخضرم، ما تهزرش قباله، بقول لك اسمع مني، يا ده انجليزي يالا، هيخليك ايطالي. خد شوف يا جماعه ضربات، بيركز في القفص الصدر من تحت بضربات عنيفه وضربات قويه، خلي بالك. سلام عدل لك الشرطه لا، اصل هيسقط مني. خش اديله، خش يا مهدي، خلص الليله، خش يا مهدي بقى، كفايه جس نبض، ايوه كده، اديله يا معلم. شفتوا يا جماعه ضربات مهدي الجمال عنيفه. طبعا اللي يشوف المباراه يقول ده الواد الانجليزي عمال يضرب، الواد الانجليزي عمال يهوش يا جدعان، ما بيضربش. الانجليزي بيهوش، مش عايز بطل المغرب يقرب له، بيهوش بس، بيخوف بس كده. شوف كله بتهويش بالرجل عشان مش عايز بطل المغربي يقرب له، لان بطل المغربي قوته في دراعه يا جماعه، قوته في دراعه. شوفوا الضربه، قوه البطل المغربي في دراعه. هنا في وقت مستقطع اتصاب يا جدعان، قلت لكم قوته في دراعه، قوه مهدي الجماري في دراعه. شفتوا بقى وشه عمل ازاي؟ مهدي الجماري سمع كلامي، ما رضيش يزعلني، قلت له يا عم مهدي يا جماري سيب لي تذكار في وشه، قال له والله ما انا مزعلك، ادي التذكار اللي في وشه يا جماعه. هنا طبعا الدكاتره بتتدخل وبتشوف الوضع، هل هيقدر يكمل المباراه ولا المباراه تنتهي على كده، ولا ايه اللي هيحصل بالظبط. الدكتور قاعد، وهنا عمالين يمسحوا طبعا النزيف زي ما احنا شايفين كده، وهيكتموه طبعا بالفوزلين او هيكتموه باي حاجه
عشان يكمل المباراه. لكن طبعا هنشوف هنا المباراه تخلص ازاي. مهدي الجماري قاعد بيترقب الوضع، بيشوف الدنيا هتمشي ازاي، بيشوف الدنيا هتخلص ازاي. الحكم بيدي القرارات بتاعته، بيقول له هو ضربك بايه، هي ايديه فيها ايه عشان توصل للكلام ده كله. ايديه فيها ديناميت يا فندم، ايديه فيها ديناميت يا فندم، ايديه فيها ديناميت. دول ما بيهزروش يا جدعان. ما تخلص يا دكتور، انت بتعمل له عمليه جراحيه، ما تخلص يا حبيبي. خلص يا حبيبي، خلي البطل المغربي ياخده ويخلص عليه، وبعد كده يجيبوا لك انت وهو في المستشفى تتسلوا مع بعض بقى. تجيب لك ابرتين حلوين كده، وتجيب لك كده مترين خيط، وتفضل تخيط فيه، تفضل تخيط فيه من الشمال لليمين كده، من اليمين للشمال. لان بصراحه كده البطل المغربي لسه هيزود الغرش شويه، زود الغرش شويه. نخش نشوف. تعالى يا حبيبي. مهدي الجمبري، فين اللي بتوجعك يالا، فين اللي بتوجعك يالا؟ تعالى تعالى، خد يالا، خد يالا في وشك يالا، خد يالا في وشك يالا. تعالى يا حبيبي، تعالى يا حبيبي، تعالى خد يا دي. وبصراحه مهدي الجمبري مركز في وشه، مركز في وشه، مركز في وشه. فتحها له تاني، فتحها له تاني. ده هيفتحها له شوارع، هيفتحها له شوارع، هيخيطوا فيه للصبح. خد خد، تعالى هنا، تعالى 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 تعالى. العبره بالخواتيم، العبره بالخواتيم يا جماعه. زي ما انا قلت لكم، المخزون البدني عندي طبعا الجماري بصراحه جامده يا جماعه. هنا برضو يا جماعه الحكم وقف المباراه تاني، قال لك الدنيا مش كويسه، الدنيا مش تمام يا دكتور، الدنيا مش تمام يا دكتور. الدكتور قال له يا عم سيبه يلعب، سيبه يلعب يا عم الحاج بقى، ما توجعش دماغي، سيبه يلعب، سيبه، انا عايزه كده، انا عايزه كده، مالكش دعوه، هنخيط بعدين، هنخيط بعدين. الحكم بصراحه صعبان عليه الواد الانجليزي، صعبان عليه الواد الانجليزي. بيقول للبطل المغربي خلي بالك، ده عهده لازم يرجع لبلده صح سليم. البطل المغربي بيقول له ايه ده، على جثتي مش هيطلع الكلام ده كله. هنا الحكم بيعد اول عده يا جماعه على بطل انجلترا زي ما احنا شايفين. بصراحه الحكم قلبه ضعيف جدا، خايف عليه، بيعد عليه اول عد عشان يديله الفرصه ان هو يلتقط الانفاس وياخد نفسه. وهنا طبعا الحكم زي ما تكون كده عايز ينهي المباراه، عايز ينهي المباراه، صعبان عليه. هنا طبعا الجوله خلصت، وهنا بقى البطل الانجليزي قدام منه فرصه ان هو يعني يتعالج والكلام ده كله. نخش نشوف، نخش نشوف. ادي مهدي الجماري منتظر، مهدي الجماري منتظر يا جماعه، منتظر الفريسه بتاعته. هنا طبعا الدكتور زي ما احنا شايفين شغال في الفتره دي اللي فيها الاستراحه، ويشوف بقى هيعمل ايه. نشوف بقى لكمات مهدي الجماري كده على البطيء. خد ادي ضربه لو كيك، والواد التاني بيضرب ضربه هاي كيك زي ما احنا شايفين. شوف يا جماعه، جت في وش مهدي الجماري وما تاثرش بيها، وما تاثرش بيها. شوفوا كل ضربات الواد ده مهدي الجماري ما تاثرش بيها. بسم الله ما شاء الله، قوه تحمل. يعني قلت لكم ملاكم صلب، ملاكم صلب يا جماعه، ملاكم صلب ما بيوقعش بسهوله. والمخزون البدني اللي عنده بسم الله ما شاء الله. شفت الضربه اللي فتحت للواد وشه، اللي فتحت للواد وشه اهو. تحس ان هو بيلعب بمشرط، ما بيلعبش بقبضه ايد، تحس ان هو بيلعب بمشرط يا جدعان. دكتور جراح، دكتور جراح مهدي. بس الواد الانجليزي يا جماعه عنده مخزون بدني كبير جدا، عمال يقاوم في البطل المغربي. لكن البطل المغربي ما فيش مقاومه معاه، ما فيش مقاومه، نازل اهو. شوف في الوش على طول، في الوش على طول، وخبطه الوش ما فيش فيها معلش. يلا نخش نشوف، خلي بالك. ادي الرواند بقى الثالث يا جماعه، ويبقى الرواند الاخير. خد ضربه وقع فيها داخ. هنا يعدي يا حكم، هنا عدي يا حكم، هنا عدي يا حكم. الواد وقع على ركبته. هنا مهدي الجماري بقى مفيش رحمه، مفيش رحمه، مفيش رحمه، مفيش رحمه، مفيش رحمه، مفيش رحمه. يا مهدي ارحم يا مهدي، حرام عليك، سيب الواد في حاله. ايه ده يا مهدي، ايه ده يا مهدي، الواد غرقان يا مهدي، الواد غرقان يا مهدي، ما تسيبه في حاله. اسيبه مين، اسيبه مين، اسيبه مين؟ مش عايز تسيبه؟ طب خلص عليه يا عم مهدي، ادي ادي بقى، ادي بقى. الواد رقع في الارض زي ما احنا شايفين كده، خلاص مش قادر من الوجع، مش قادر من الوجع يا جدعان. هنا خلاص زي ما احنا شايفين الواد خلاص وشه اتبهدل، وشه اتبهدل من اللي كمان بيقول الحكم انهي 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 يا عم، انهي يا عم، مش قادر، انهي يا عم مش قادر. انتوا جايبينه منين ده، جايبينه منين ده؟ ده تعبني، ده تعب اعصابي، تعب اعصابي، حرام عليكم. ده انا حاسس ان انا عامل 5 عمليات في وشي، حرام عليكم، ارحموني بقى، ما كنتش لاعب. شوفوا يا جماعه الحكم ماسكه كده ازاي، بيساندوا. قلت لكم الحكم ده قلبه ضعيف، قلت لكم الحكم ده قلبه ضعيف. باين، باين من البدايه ان الحكم بصراحه كان ميال اللي هو ينهي المباراه، كان ميال اللي هو ينهي المباراه. انما المدرب كان فاكر ان البطل الانجليزي هيقدر يتغلب على البطل المغربي. لا يا حبيبي، ده عند امك الكلام ده مش عندنا، عند امك الكلام ده مش عندنا يابا، مش عندنا. نخرج من الحلبه نتصاحب بقى وتليفونك وتليفوني نتكلم مع بعض بقى والكلام ده كله. انما في قلب الحلبه انا ما بعرفش ياما ارحميني، في قلب الحلبه انا ما بعرفش ياما ارحميني. لان انا لو سبتك انت مش هتسيبني، لو انا سبتك وما ضربتكش انت مش هتسيبني. هنا شوف 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 الروح الرياضيه يا جماعه. الروح الرياضيه مين ده؟ ضربه،
انا كنت فاكر هيسكت. الروح الرياضيه مين ده؟ ضربها له برضه، ضربها له برضه. يا مهدي يا اخويا، شوف ضربه اللوكيك بقى، شوف ضربه اللوكيك. وايه قلت لكم؟ قوه البطل المغربي ده يا جماعه في ايديه مش في رجليه. في ابطال قوتها في رجلها وايديها، في ابطال قوتهم في ايديهم، في ابطال قوتهم في رجليهم. وفي ابطال بصراحه يعني بسم الله ما شاء الله، اي ضربه بتخلص، اي ضربه بتخلص، زي مثلا نبيل حريولي كده. بس نبيل حريولي برضه قوته الاكتر في ايديه، قوته الاكتر في ايديه يا جماعه. هنا يا جماعه خلاص الواد اتعالج زي ما احنا شفنا، وهنا اعلان النتيجه وفوز البطل المغربي بالضربه القاضيه زي ما احنا شفنا. الله ينور عليك يا ابني، الله ينور عليك يا ده زكريا. ما ترفع ايده يا عم، في ايه وانت هتذل الولا؟ انت لسه هتتكلم وهتخطب له خطبه الجمعه؟ ما تخلص يا عم القرعه واعلن النتيجه وخلص الليله. اعلن النتيجه وخلص الليله، الدنيا مش محتاجه يعني، ما الدنيا سهله يعني والدنيا حلوه. الدنيا سهله والدنيا حلوه، اعلن النتيجه، اعلن يا عم يلا. ادي فوز البطل المغربي يا جماعه. زكريا يعني زكريا الجماري يا جماعه، له اخ اسمه زكريا الجماري برضه، عشان ما حدش يقول لي مش عارف ايه. له اخ اسمه زكريا الجماري طبعا. وده مهدي الجماري، ده مهدي الجماري. هنا بقى اللي بيرفعوا النتيجه وبيقول له انطق قول مانيش سامع، سمعني اسمي. فقام مسمعه طبعا ايه؟ مهدي الجماري يا جماعه. بصراحه المباراه قويه جدا، المباراه عجبتني. المباراه في بدايه النزال زي ما احنا شفنا كده سجال ما بين اللاعبين. البطل الانجليزي عارف خطوره البطل المغربي وخطوره ضرباته لو لعب عن قرب يا جماعه. والبطل المغربي هي دي الخطه اللي كان بيلعبها، بيحب يلعب عن قرب لانه اقصر من البطل الانجليزي، فبيحتاج ان هو يقرب منه اكتر عشان لكماته تصيب وشه زي ما احنا شفنا كده، تصيب وشه. انما الانجليزي كان لازم عليه اللي هو يبعده، عشان كده كان بيستخدم لعب طبعا اللو كيك والهاي كيك كتير جدا عشان يبعد البطل المغربي عنه. فكان بيستخدم اللعب برجليه اكتر من ايديه عشان يبعد البطل المغربي عنه. لكن البطل المغربي كان بيتصدر كل لكماته وضرباته، وكان بيلعب في وشه مباشر زي ما احنا شفنا كده لحد ما فتح له وشه. بصراحه هيقعد بقى الدكتور دلوقتي يجيب مترين خيط ويفضل يخيط بقى، يخيط كده يخيط كده لحد بقى ايه بصراحه ما يظبط له الدنيا تاني ويلم له الدنيا تاني زي ما احنا شفنا كده. لان الدنيا خلاص اتفتحت زي الشبابيك في وشه يا جماعه، فتح في وشه شباكين ثلاثه زي ما احنا شفنا كده بضرباته القويه وضرباته السريعه. والمباراه في مجملها مباراه سريعه ومباراه حلوه وفيها نديه ما بين البطلين. لكن تفوق البطل المغربي هتروح فين منه؟ هتروح فين منه؟ عشان ده ما بيرحمش. قلت لكم ملاكم بارع وملاكم من الملاكمين اللي تحب تتفرج عليهم، ودايما نزالاته زي ما انت شايف كده كلها على الطوارئ وكلها الطب بيتدخل فيها. الدكاتره قاعده مستنيه، الاسعاف واقفه بره مستنيه. فطبعا حتى الراجل بتاع المدافن واقف مستني يمكن يخلص يطلع روح ولا حاجه يروح طبعا يدفنوا الواد الانجليزي زي ما احنا شفنا كده. بصراحه المباراه قويه جدا. اتمنى طبعا الفيديو ده يكون نال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ادعموني بلايك للفيديو، اشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.